الكلمة الآن سيادة الدكاشي أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة. سادتي وسيداتي، إذا كان لي أن أقف اليوم لأتحدث إليكم من فوق هذا المنبر عن رجل عبقري من عباقرتنا، فإنما أقف لأسجل لنجيب الريحاني ولمسرح نجيب الريحاني رسالة خالدة أدوها في سبيل الحرية وفي سبيل مكافحة الظلم وفي سبيل تقويض الطغيان. منذ سنة 19 ونجيب الريحاني يكافح كأروع ما يكون الكفاح. كانت الأفواه مكممة وكانت الحريات معطلة وكان الإنجليز يطاردون كل من يهتف باسم مصر، ولكن نجيب الريحاني سخر من كل هذا، سخر من الإنجليز وسخر من الاستعمار وسخر من كل تلك المظالم بأعلى صوته من فوق هذا المنبر، وظلت رسالته منذ ذلك التاريخ تتوالى في هجوم ساخر لاذع على كل الأوضاع العتيقة البالية. هاجم النواب الذين يستغلون وظيفتهم، هاجم الحكام الذين لا يعنيهم من أمر الحكم إلا مصالحهم الشخصية، وأخيرا هاجم الطاغية وقت أن كان الجميع يسكتون ويوافقون. هاجم الطاغية كأشد ما يكون الهجوم، ومع ذلك نال احترام الطاغية. وإذا كان لي أن أتحدث عن تلك الشخصية الفذة فقد لا أستطيع أن أوفي نجيب الريحاني حقه منذ أن بدأ يؤدي رسالته على هذا المنبر، ويوم أن كان هذا الفن يعتبر دخيلا وطالما قاوموه، ولكن نجيب الريحاني صبر وصمد. ولعل الكثيرين لا يعلمون ما كان في شخصية الريحاني من عناد وإصرار على هدفه أوصله إلى أن يعترف به الجميع وإلى أن يعترف بفنه الجميع، ثم عاد يهاجم تلك التقاليد التي هاجمته في يوم من الأيام، هاجمها بمرارة وبسخرية لاذعة، ومع ذلك كان الجميع يؤمنون بفن الريحاني ويؤمنون بشخصية الريحاني ويؤمنون بفلسفة الريحاني. وأخص ما أنتجته لنا هذه الشخصية الفذة هذا المسرح أو هذه المدرسة أو هذا المعهد الذي يؤدي رسالة
منذ بدأت سنة 19 هي رسالة الحرية ورسالة الأحرار. لا زالت هذه الرسالة تقوم في هذه المدرسة على أكتاف أناس تبعوا بما كان في شخصية الريحاني من قوة ومن إخلاص ومن حرية. ولا زال زميله وصفيه بديع يقوم على هذه الرسالة، ونحن من جانبنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتتابع هذه الرسالة في سبيل الحرية وفي سبيل الإحرار وفي سبيل تقويم كل المبادئ التي تقوم عليها نهضتنا الحديثة نحو مستقبل كريم ونحو حرية شاملة لجميع المواطنين لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم، وإنما تقوم فيها العلاقة على تساوي المسؤوليات وعلى اعتراف الجميع بالوطن والوطن وحده. والسلام عليكم ورحمة الله.